السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم عشاق السيارات. النهارده معانا تغطيه جديده لافتتاح 3 اس فاسيلتي لماركه زيكر في مصر. طبعا مبدئيا عايز اعرفكم كام نقطه كده. اولا، ماركه زيكر تتبع اي اي ام المجموعه اللي هو وكيل كيا ورينو وبايك وزيكر، وقريبا ان شاء الله هيكون في ماركه كمان اسمها ارك فوكس. تمام، يبقى دي اول حاجه. تاني حاجه 3 اس فاسيلتي، يعني المفروض ان هي سيلز وسيرفيس وسبير بارتس. يعني المكان هنا او الموقع هنا هيكون فيه الثلاث حاجات، بيقدم الثلاث خدمات: المبيعات والصيانه وقطع الغيار. الفكره هنا كمان ان الموقع بتاعه فين تحديدا؟ في الشيخ زايد، اول وصلة دهشور، وبجانب فيراري عز العرب اللي احنا يمكن حضرنا فيه قبل كده الاطلاق بتاع العربيه فيراري بروسانجوي. المهم، تعالوا بقى نتفرج هنا على المكان وعلى الشوروم، وحابب سريعا كده هفرجكم على العربيات وعلى الاوبشن بتاعها، ونحاول ان احنا كمان نشوف سعرها لحد ما تكون معانا باذن الله الفتره القادمه في ريفيو مفصل من بتاعنا. خلينا دلوقتي نتفرج على المكان. طبعا زي ما انتم عارفين بحاول ان انا اكون متواجد في قدر المستطاع، طبعا لان انتوا عارفين المشوار بيبقى صعب عليا يعني السفر من دمياط الجديده اللي هنا للقاهره، ولكن بحاول ان انا اكون متواجد في اغلب الايفنتات عشان اعمل لكم تغطيه للاحداث اللي بتحدث في سوق السيارات المصري، الاحداث المتميزه. طبعا زي ما احنا شايفين هنا دي العربيه الاكس ودي ال001، الاصدارين اللي موجودين من زيكر حاليا في مصر. طبعا هنشوف الاوبشن بتاعهم دلوقتي ونتعرف عليهم مع بعض، ولكن مبدئيا شكلهم مميز. طبعا زي ما انتم شايفين العربيات ما شاء الله شكلها جميل. هنا المكان، علامات زيكر والوكيل اي اي ام. تعالوا نتفرج بقى جوه. المفروض النهارده موجود كل الاعلاميين والصحفيين في مجال السيارات في مصر. انا طبعا اللي يهمني قبل ما نتفرج على الشوروم الجميل ده اللي هو يعني معمول بالوان هاديه كده ولون رمادي. انا بحب الالوان الرمادي ده على فكره، يعني انا في بيتي عامل الالوان دي. المهم، خلونا نتفرج بقى على ايه؟ على العربيات اللي احنا اصلا بنحب نتفرج عليها. ده اول موديل اللي هو الاكس، الموديل الاصغر، ولكن هو زي ما هنشوف دلوقتي واحنا بنتفرج على ابعاد العربيه هو مش صغير، ولكن هو الموديل الاصغر من الاصدار. لاحظوا هنا المقابض، شايفين؟ شفنا احنا كتير بقى مقابض بتخرج لبره، بتدخل مش عارف ايه المقابض اللي هي مختفيه دي علشان طبعا الايرودايناميك، ولكن هنا اللقطه ان هي داخله لجوه وانت بتمد ايدك كده فهي بتفتح، فهي حلوه دي. طيب خلينا نتفرج على شكل العربيه من الخارج اولا، وبعد كده نتفرج على الاوبشن بتاعها. شايفين الكاوتش هنا قد ايه؟ 245 45 20 بوصه، جنوط 20 245 45. البروفايل بتاعه عالي مش وحش. طبعا طالما احنا قلنا قبل كده لو تفتكروا، طالما في حساسات جانبيه هنا في الاكسدامات يبقى العربيه دي فيها اوتو بارك، اكيد عربيه كهربائيه فيها اوبشن كتير. شفتوا انتوا العلامه دي المضيئه و3 دي؟ يعني لاحظوا هنا ان هي دي مسحه كده، ولكن العلامه المضيئه دي بالداخل 3 دي زي ما احنا شايفين، شكلها جميل قوي. الاضاءات الخلفيه المفروض في هنا اضاءات اهي العرض. الزجاج الخلفي صغير قوي. السبولر اللي مدمج بباب الشنطه الخلفيه، لاحظوا الباب هنا اهو، فكل المنطقه دي كده كل ده انت بتتكلم في الشنطه الخلفيه. نتفرج عليها، ولكن خلونا نتفرج على الخارج بالكامل الاول، بعد كده نبدا نفتح العربيه ونتفرج عليها من الداخل. اتفقنا؟ شايفين هنا انتم الديفيوزر الخلفي ده؟ ما نقدرش ننكر العربيه شكلها شيك، ولسه هنتفرج على الدواخل. خلينا اول في الخارج. ايه رايكم في المقدمه دي؟ لاحظوا ان التصميمات حاليا ما بقاش فيها اي تقليد لاي حاجه قبل كده. اللي احنا بنتفرج عليه دي كلها اصدارات جديده باشكال جديده بتصميمات جديده خاصه بالشركات. طبعا زي ما شايفين هنا الكاميرا اللي موجوده، يعني دي التعرف على علامات الطريق ومتابعه الطريق. تمام، خلونا بقى نبدا نتفرج هنا على مواصفات الزيكر اكس. اول حاجه الطول، زي ما قلت لكم العربيه مش قصيره، 4 متر 43، ومش هي دي المفاجاه. المفاجاه هنا بالنسبه لي في قاعده العجلات، يعني طول العربيه 4 متر 43 مقبول، ولكن قاعده العجلات بقى 2 متر 75 على الطول ده. دي حاجه مميزه قوي، يعني هي دي فكره مميزه قوي. طبعا العربيه اول ويل درايف، وفي هنا رير ويل درايف اللي هي البريميوم، انما الفلاج شيب هنا طبعا ايه بتكون دفع رباعي. النسخه البريميوم بتكون دفع خلفي.
طيب لاحظوا هنا كمان العرض بتاعنا متر 83 و6 من 10. العربيه عريضه برغم ان هو شكلها يعني يمكن مش يوحي بالابعاد دي. قاعده العجلات متر 56 كويس. العربيه اعرض من ارتفاعها بكتير فده اكيد هيديها ثبات. عدد المقاعد 5. الخلوص الارضي 19 سم كويس قوي مقبول بالنسبه للطرق بتاعتنا. نيجي بقى العربيه طبعا انتوا عارفين انها كهرباء فنبدا نتكلم بقى على الباور ترين او هنا في الجزء ده هيبقى البطاريه والشحن بتاعها والمدى بتاع الشحن. ركز معايا ساعه البطاريه 66 كيلو وات. مدى الشحن بتاعها 420 كيلو في الشحنه ايه الكامله مدى الشحن الكامل. زمن التسارع بقى من 0 ل 100 3.8 ثانيه. طبعا ممتاز. كل العربيات الكهربائيه بقى التسارع بتاعها عالي قوي كده وده راجع لايه بقى؟ راجع للنيوتن بتاعها. العزم الاقصى بتاعها هتلاقي ان العزم الاقصى في النسخه الاول ويل درايف 428 نيوتن عزم مرعب يعني و315 نيوتن للنسخه الدفع الخلفي. زمن التسارع زي ما احنا قلنا 3.8 وده راجع للنيوتن بتاعها. طيب مدى الشحن مده الشحن بتاعها من 80 ل 100% تمام في 150 كيلو وات مستمر 30 دقيقه تمام. من 0 ل 100% ده 22 كيلو وات تيار متناوب 4 ساعات. طبعا الارقام هنا اتحسنت كتير جدا. احنا فين لما كانت العربيه بتقعد على الشحن 24 ساعه؟ احنا هنا 4 ساعات شحن كامل ممتاز جدا. طبعا هنا بيتكلم بقى على المقود اللي هو دريكسيون 4 اتجاهات يدوي. ماده عجله القياده مالناش دعوه بيها الياف فائقه يعني ماشي. التعليق الامامي ماكفيرسون. الخلفي متعدد الوصلات فاذا انت معاك تعليق امامي خلفي متعدد الوصلات ودي حاجه جيده جدا. طيب نيجي هنا بقى للتصميم وحساسات المطر وحساسات الاضاءه ومراءات الرؤيه الداخليه اللي هي بدون اطار. هنا الفريمليس تعتيم تلقائي. حاجات اوبشن جميل قوي. ده الاوبشن بتاعنا اهو. يمكن انتوا بقى انا هصوره لكم هنا وانتوا تبداوا توقف الفيديو وتتفرج عليه كامل. ونيجي هنا لانظمه الامان وانظمه مساعده السائق المتقدمه اللي هي الاداس تمام. لاحظ هنا بقى كده ايه مثبت سرعه تكيفي. طبعا انتوا عارفين هو ايه. تغيير المسار تلقائي على حسب تبع للمسار. تحكم في مركز المسار. اوبشن بقى يعني برضو تاني. وكاميرا 360 ده ابسط حاجه طبعا. برضو وقف الفيديو واتفرج عليه. بعد كده لوحه العدادات 8.8 بوصه. والشاشه المركزيه 6 14.6 اكيد يعني. دي 14.6 هي هنا معكوسه بس. يعني لو شفناها في النسخه الانجليزي اكيد هتبقى مكتوبه صح فعلا اهي 14.6. دي الشاشه الوسطيه. والشاشه بتاعت العدادات 8.8 خلاص. وفيها شحن لاسلكي. نظام صوت محيطي من ياماها 13 مكبر 13 سماعه ما شاء الله. فتحات تهويه عموديه. شحن تيار متردد تمام. برضو تقدر انت توقف الفيديو وتشوف باقي الامكانيات. الخيارات بقى الخارجيه والداخليه. السقف الداكن. السياره طلاء باللون الابيض الكريستالي يعني. ده كده المواصفات. خلونا بس عشان ما اضيعش وقتكم عشان ما يبقاش الفيديو طويل. شايفين انتوا هنا الكاميرات ال 360 والمرايات هنا اللي مالهاش فريم اهيت برضو شكلها جديد جميل. طبعا هنا نظام التنبيه بتاع النقطه العاميه اللي هو البلايند سبوت. نبدا بقى هنا نتفرج هنا. خلي بالكم ده المكان اللي انت بتحط فيه الكارت بتاعها علشان العربيه تفتح. خلاص نبدا هنا ندخل بقى ونتفرج على جوده الخامات والتقفيل. انت مش متخيل بقى الجلد هنا ونعومته تمام. وطبعا الزرار ده اللي بيفتح الباب. الباب طبعا ملوش اكره تمام. ده الازاز الكهرباء. تحس ان التصميم مستقبلي شويه. وفكره ان هو التطعيم ما بين اللون اللي هو الاوف وايت مع الكحلي شكله جميل قوي. طبعا السماعات من ياماها احنا قلنا تمام. زيكر هنا بالنيكل. تحكمات كامله في كرسي السائق واكيد تسخين وتبريد. طالما انت شفت الفتحات دي وقعدت شغال دلوقتي تبريد اهو تمام. تصميم شيك قوي للكرسي. المساحات اظن الاماميه ممتازه جدا. ولاحظوا بقى نرجع هنا للتصميمات الكلاسيك في العربيات اللي هي الفتحه اللي كانت هنا دي. كان زمان لو تفتكروا في العربيات الامريكي كان بيبقى فيه هنا كنبه كامله والدنيا هنا مفتوحه. ما كانش بيبقى فيه الحته بتاعه الكونسوله الوسطيه دي ما كانتش موجوده. هم هنا تقريبا بداوا يرجعوا للتصميمات الكلاسيكيه. لاحظوا هنا ده جيب تمام.
الشاشه احنا قلنا 14.6 بوصه، والشاشه الصغيره دي 8.8 يعني تقريبا 9 بوصه. شايفين انتوا السقف هنا البانوراما، ولكن طبعا ثابت مش متحرك. خلاص تعال نتفرج عليها من الخلف كمان. نفس الخامات الاماميه خامات خلفيه برضو ياماها. وخلي بالكم انا اعرف ان الناس كتير دلوقتي هتبقى متفاجئه ان شركه ياماها اللي احنا نعرفها بالدراجات الناريه انها بتقدم سماعات. السماعات بتاعتها سماعات متميزه قوي، والناس الغاويه صوتيات تعرف الكلام ده كويس. شايفين الجزء الخلفي بتاع العربيه؟ تمام. لاحظوا ان مفيش نفق فتيس وسطي، واغلب العربيات الكهربائيه بتكون كده، لان طبعا هنا مفيش ديفرنشيل وسطي ان هو يبقى محتاج مساحه من الخلف. ده الزرار اهو بتاع فتح الشنطه. طبعا الشنطه كهربائيه بالكامل. شفتوا انتوا الاضاءات اللي جايه بالطول دي؟ لا مساعد الشنطه حاجه ما شاء الله يعني متمون. دي الكوبيستا الخلفيه. وخلونا هنا الشاحن الشنطه بتاعتنا. وغالبا العربيات دي بتبقى بدون سبير، بتبقى فيها منفاخ وبس. الشنطه بتاعتها حلوه وحافه فلات للتحميل وحاجه ممتازه. خلونا هنا نجرب الجلوس في الخلف. طبعا الفكره هنا يا جماعه ان الكرسي اللي قدام ده راجع للاخر، ومع ذلك انا ما زلت قاعد كويس. زي ما قلت لكم 2 متر 75 كقاعده عجلات، دي هتديك صالون رحب. هنا المخدع الوسطي الخلفي اللي ب2 كاب هولدر، ممكن ان احنا نقفله. طبعا في نقطه بقى مهمه قوي عايز اقول لكم عليها، الخامات وجوده التقفيل. انا عايزك تتفرج انت بعينيك، طبعا دلوقتي بقيتوا خبره ما شاء الله عليكم. شوف هنا كده التقفيل اهو، شايف التقفيل هنا الالكانترا. تمام. هنا تاني اهو، خلينا اهو لاحظ هنا تاتش اهو. تمام. زي ما قلت لكم جوده الخامات، ارباجات خلفيه. شايفين التقفيل؟ مش هتلاقي فيه فروقات، مش هتلاقي فيه غلطات في التقفيل. تمام. اسمع كده. طبعا دي ايد انا الساعه الاستيك بتاع الساعه اهو. طبعا في ناس هتستغرب اللي انا بعمله، ولكن هو ده بيبين جوده التقفيل وتقفيل خامات على بعضها. فانت لو مشيت في مكسر هيبان معاك اصوات ولا لا، ولكن ما شاء الله جوده التقفيل ممتازه. الالوان التطعيمات بتاعتها جميله قوي. برضو هنا الكرسي بتاعنا التصميم بتاعه التطعيمات المعدن اللي فيه في النص دي مع الجلد. طبعا عندك هنا في الخلف في اماكن للشحن، الا ان مفيش هنا فتحات تكييف وسطيه، بس موجوده هنا في القوايم. شايفينها؟ ده بالنسبه لفتحات التكييف. حابب ان انا افرجكم بقى على العربيه من الامام. خلينا نفتح هنا. شوفوا، خدت بالك؟ بص يا جميل، لاحظ هنا دي فتحات التهويه بتاعت ايه اللي عشان المرايات عشان الشبور. خلاص. لاحظ هنا التقفيل بقى وجوده الخامات والالكانترا باللون البيج ده. وهنا الجراب بتاع النضاره في مكان جميل قوي، بيفكرني بالجرابات الجلد بتاعت الريبان زمان. العربيه فيها لقطات كلاسيك حلوه قوي على فكره. هنا بيفتح طبعا، في هنا اضاءات ليد في الجنبين. لاحظوا ان هي حتى هنا في موكيت كده، بحيث ان لما تقفل يبقى القفله صوتها مكتوم. خلي بالكم يعني لقطات صغيره قوي بس بتبين قد ايه في جوده في التقفيل وجوده في الخامات. ولاحظ هنا ان ده مش بلاستيك، يعني شايفين هنا ده مش بلاستيك، ده الكانترا برضو زي السقف. فشايف القفله مكتومه. لاحظ هنا ان حتى المقابض جلد واخد بالك؟ شفت انت اللقطه دي حلوه برضو. طيب تعالى بقى نتفرج على التصميم بتاع التابلو. طبعا اكيد في هنا هيد اب ديسبلاي باينه قوي اهي. تمام. تويتر وسماعات في الابواب هنا، واكيد في سب ووفر وسطي من ياماها. تمام. وكل ده مرتبط هنا ب نقدر نقول بالشاشه ال 14.6 بوصه. تعال نسمع الميوزك.
طبعا ده اف ام، يعني ده راديو. شوف جوده الصوت، والصوت قد ايه محيطي. شايفين السماعات؟ احنا قلنا اماكن التخزين الكبيره قوي. لاحظوا ان التصميم عامل لك اماكن تخزين كبيره، يعني انت ممكن تحط 3 ازايز هنا اصلا. الدواسات، الحته اللي في النص هنا الفاضيه دي جميله قوي، عجباني. يعني انت عارف بقى، بص، تقعد بقى انت ملان زي رفيع حاجه، انت الدنيا معاك براح. شوف انا حاطط رجلي فين. طبعا مستحيل لو في هنا كونسول وسطي ان انت تعرف تقعد القعده دي. شايفين بقى المقود برضو، التطعيمات، اللونين، اللي هو اللون اللي يعتبر اوف وايت، او اللون يمكن رمادي، حاجه كده ما بين الاثنين. تمام. واللون الكحلي شكله جميل قوي قوي قوي. برضه تصميم التابلو برضه جميل. الغريبه ان ده سوفت تاتش. تصميم تطعيمات معدن. طيب تعال هنا نبدا بقى نتحكم. لازم الاول طبعا دي تحكمات هنا بتاعه الميديا، ودي هتبقى اكيد تحكمات بتاعه مثبتات السرعه. في هنا زي ما احنا شايفين هنا كده حساسات. يمكن طبعا هنبدا ان احنا نفسر لكم العربيه تحديدا لما نتفرج عليها في الريفيو بتاعنا ان شاء الله. لاحظوا هنا كمان المنطقه الوسطيه هنا في شويه ضلع حلوين قوي. طبعا هنا زي ما شايف المكان بتاع الشاحن اللاسلكي، وزي ما احنا شايفين هنا كمان الشاحن اللاسلكي 50 واط. مكان الشاحن حلو، مكان الموبايل هنا حلو. شفت انت الكاب هولدر المخفي ده؟ تحت هنا برضه في مساحه تخزين، مش حرمك من حاجه يعني. حلوه قوي اللقطه. مفيش هنا درج تابلو. طيب دي كده الزيكر اكس، وخلونا نتفرج على ال 001. بس انا حابب ان احنا نفتح الكبوت اول نتفرج عليه. طبعا هو تكتين عشان يفتح زي البي ام كده. الجنط خرافه يا جماعه. لاحظ ان الكبوت هنا باتنين لوك. مفيش اي حاجه انت هتشوفها هنا ولا تعمل اي حاجه غير يا دوب ميه المساحات بس، مفيش حاجه تانية. وده مكان هنا ممكن تحط فيه الشاحن او تحط فيه شنطه صغيره. معاك شنطه كبيره ورا حلوه. تمام. وده هنا سائل التبريد، ولكن من الواضح ان هم قافلين ده. يعني انا مش عارف افتحه ولا هيزعلوا، مش عارف. المفروض ان ده الفايبر ده للصيانه بس، يعني مش لينا احنا. تمام. خلينا بلاش نفتحه عشان ما حدش يزعل مننا. ولكن هو المفروض زي ما احنا شايفين كده، تحته هنا سائل التبريد بتاعنا، وتحته هنا سائل الفرامل. خلاص. طيب دي كده الزيكر اكس. ايه رايكم فيها؟ وتتوقعوا تسعيرها كام؟ دلوقتي باذن الله هقول لكم على التسعير. طبعا يا جماعه دلوقتي هقول لكم سعرها، بس احنا ايه مبدئيا حاول ان انتوا تخمنوا السعر. وقف الفيديو كده وخمن السعر دلوقتي في التحفه الفنيه اللي انت شفتها دي.